السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أنا هعمل معاكم البيتزا ديت الحشوة بتاعتها حسب الرغبة. أنا عاملاها النهاردة بالجبن مع الخضار مع فلفل مع طماطم. زي ما انتوا شايفين الجبنة سايحة وجميلة وبتمط وهتشوفها الوقت معايا. كده أنا بقطعها بالعجلة اللي هي بتاعت البيتزا، ممكن تقطعها بسكينة عادي. شوفوا المطة بتاعتها اهيت. زي ما انتوا شايفين الجبنه بتمط قدام منكم اهيت والخيوط بتاعتها. وانا بطلعها من الصينيه واحطها في الطبق. واللي بوريك ان ارضيه البيتزا لونها جميل جدا وفي نفس الوقت طريه. انا اقول لكم ازاي طريقه الخبز بتاعتها تبقى طريه معاكم وجميله. هنا شوفوا الجبنه بتمط ازاي. دي جبنه الحمد، انا كنت عاملاها بجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. ما كانش عندي جبنه اللي هي المشكل اللي هي بتبقى شيدر على الرومي على بيتزا. هنا كده انا هعمل الصلصه بتاعه البيتزا. ده كيلو طماطم، عليه بصله كبيره، عليه 3 فصوص توم، عليهم نص كوبايه ميه. احطهم على النار لحد ما يغلوا، وبعد كده بعد ما تبرد شويه اقوم ضربها في الخلاط. حط عليها 3 معالق زيت زيتون او زيت عباد، 3 معالق كبار، وعليهم معلقه زعتر كبيره، وعليهم ربع معلقه فلفل اسمر معلقه صغيره، ومعلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة بابريكا صغيرة. في بولة وحطيت فيها 4 كوبايات دقيق من الكوباية المعيارية. وهنا دي مية دافية للعجن. ممكن تحطي لبن، ممكن تعجني باللبن أو لبن رايب أو زبادي حسب الرغبة. وهنا بيضة، وهنا دي معلقة خميرة وربع معلقة الخميرة، ممكن المعلقة المعيارية أو معلقة اللي هي معلقة الأكل، وربع معلقة ملح، و3 معالق لبن بودر، وربع كوباية زيت، و3 معالق سكر. وهنا أحط معلقتين خل على العجين. هنا كده أنا هحط المعلقتين لبن بودر وأحط الخميرة. طبعا الخميرة لو انت شاكة فيها لازم تحطيها في مية دافية، وتحطي عليها معلقة سكر وتسيبها تخمر بره. وهنا كده السكر، وهنا ربع معلقه الملح. كل المكونات الجافه اهي مع بعضها. كده انا هحط الزيت اهوت. هنا كده هحط بقى البيضه بعد ما حطيت الزيت خلاص، واحط الماء تدريجي لحد ما العجينه تاخد الماء كفايتها. ولازم العجينه دي تبقى بتلزق شويه. ولو مشيت على نفس الخطوات دي هتطلع معاكي البيتزا جميله جدا. الحمد لله ماما بتاكلها من ايدي، بتشكر فيها، واخواتي وولاد اخواتي برضك و... وسلفتي كلتها من ايدي وولادها بيشكروا فيها. ما كنتش حطيت الزعتر مع الدقيق في الاول، فحطيته مع العجينه عادي. الزعتر مع الدقيق مع البيتزا بيخلي ريحه البيتزا زي البيتزا بتاعت بره قوي قوي، وبتبقى قلبه ريحه الشقه وجميله جدا، بالذات لو انت جايبه زعتر نظيف اللي هو الزعتر البري. هنا كده زي ما انتم شايفين العجينه اهيت اتعجنت كويس. انا بضربها كمان شويه. هنا انا حطيت شويه زيت في البوله. هنا شوف العجينه زي ما انتم شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله. ثابت العجينه اهيت، ثابت البوله بتاعت العجن ناعمه قدامكم اهي. هي طبعا بتلزق حاجه بسيطه دي عادي. انا هغطي البوله زي ما انتم شايفين، ومع العجينه بتخمر الغطا ده بيترفع. هنا كده هجيب الصينيه واحط شويه زيت واعملهم بالفرشه كويس في الصينيه كلها. احنا انا هعمل صينيه البيتزا ديت مقاسها 38، يعني ممكن البيتزا دي تنفع في المقاس 38 و40. هنا زي ما انتم شايفين انا بوريكم ان العجينه اختمر والغطا مفتوح. زي ما انتم شايفين ما شاء الله هي ملت البوله. كده انا بلمها زي ما انتم شايفين من البوله. وبعد كده هحطها، هقسمها كورتين، كره كبيره وكره صغيره قوي. الكره الصغيره دي انا هعملها معاكم دلوقتي. بنتي اللي هتعملها صينيه صغيره ونحطها بيتزا في الفريزر. ممكن تحطيها تتخبز، بتبقى نص خبيز، وبعد كده بتعينها في الفريزر. تطلعيها يا دوبك تحط عليها صلصه البيتزا. طبعا الصلصه اللي انا عاملاها دي عاملاها كيلو، بتبقى عندي كل ما باجي اعمل بيتزا بطلع الصلصه منها، بس مش كل مره بطلع صلصه. هنا كده انا بفرد العجين زي ما انتم شايفين. بعد ما فردته فردته في الصينيه كلها.
بجيب الشوكة واغرز البيتزا بالشوكة. ليه؟ لان عشان العجينة ما تخمرش معايا قوي وتبقى عاملة زي العيش الفينو، او زي تبقى عالية قوي. لا، احنا عاوزينها تبقى البيتزا زي بتاعت بره، وتبقى يعني لا رقيقة ولا سميكة كده. زي ما انتوا شايفين انا هنا عملتها بالشوكة كلها. هنا كده صلصة البيتزا والجبنة الموتزاريلا، الفلفل الأصفر والأحمر والطماطم والفلفل والجبنة الشيدر والزيتون. الزيتون ده طبعا زي ما انتوا عارفين، انا لما باجي احطه في مكرونة نجريسكو او بحطه في بيتزا، بحطه في مية مغلية، بيطلع الحدوقية بتاعته، ما بيبقاش حادق قوي معاكي مع البيتزا. وهنا كده صلصة البيتزا طبعا انا وزعتها في الصينية كلها زي ما انتوا شايفين بالفرشة. وهنا حطيت طماطم. هنا الطماطم طبعا ببقى واخده اللحم بس، مش واخده البذر من جوه. وزعتها في الصينيه، وهحط بقى عليهم الفلفل اللي انا مقطعه الاصفر والاحمر والاخضر، مقطعه شرايح رقيقه طبعا عشان يستوى معايا بسهوله. هنا زي ما انتوا شايفين اهوت كده انا وزعت البصل الاصفر اهوت. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. هنا كده الفلفل الاخضر اهوت، تبقى حلوه جدا البيتزا دي. لو جبتها من بره اقل حاجه هتجيبها ب 300 جنيه، اما تعملها في البيت بتبقى اوفر وانضف وكده. هنا كده انا حطيت الفلفل الاخضر، بوزع الاحمر بقى كمان. طبعا لو اي فلفل من ده فاض مني بحطه في التلاجة، وهو متقطع كده بطلعه مثلا احطه على شاورمة فراخ، احطه في بيتزا تاني، احطه في مكرونه جريسكو. هنا كده انا كنت بقول لكم ان الزيتون انا نقعاه طبعا. هنا كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 220 في أرضية الفرن، لحد ما أرضية البيتزا تبقى معايا لونها حلو مصفر وتبقى جميلة. ولازم تتحط على 220 أو 240. ماشي. بعد كده بطلعها، بحط عليها الجبن واحطها تحت الشواية لمدة 5 دقايق، يا دوبك الجبن تسيح مش تصفر، ما تحمرش معايا، عشان تديك المطة اللي انت شفتيها في أول الفيديو. هنا كده الجبنه بس عشان كانت الدنيا حر، فالجبنه الشيدر كانت سايحه شويه، فانا حاولت اوزعها كويس على البيتزا زي ما انتم شايفين. الكره بتاعه البيتزا الصغيره اللي انا قلت لكم شلتها من العجين، حنين هنا فردتها في الصينيه. طبعا انا حاطه في الصينيه زيت، وفردتها في الصينيه وخبزتها وطلعتها. اما تبرد احطها في الفريزر. في اي وقت انا حابه اطلعها من الفريزر واحط عليها اي حشو، لحمه مفرومه مع جبن مع الفلفل، ممكن قطعه فراخ فايضه عندك، ممكن بسطرمه، اي حاجه انت حابه تحطيها ومثلا ايه الاولاد يتعشوا بيها. هنا كده البيتزا زي ما انتم شايفين. العجله بتاعت البيتزا كمان لما تيجي تقطعي بيها ما تحاوليش ترجعي، هتقطعي تمشي اتجاه واحد عشان البيتزا الجبنه معاكي تبقى مطه معاكي. وانا كنت عامله لكم قبل كده البيتزا بالشاورما، هسيبها لكم في صندوق الوصف. في كمان غير صندوق الوصف اللي هو علامة الاي اللي بتبقى في اول الفيديو. وفي كمان في فيديوهات بتبقى متسابة في الاخر كده. مثلا ببقى سايبه لكم مثلا مكرونه نجريسكو، سايبه لكم كفتة الفراخ. انا عامله مثلا قوائم تشغيل على القناه، ادخلوا عليها مثلا. حابه تشوفي اي وصفه مثلا حاجات تخزين انا عاملاها في قوائم التشغيل لوحدها. عجبك الفيديو ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.